صباح عم الحاج، ايش فيها يا جماعه؟ دول ناس مش مصدقين على قوات مكافحه الارهاب. يعني ايش زي الاعلام الحوثي اللي هو زي كذا. نعم، الآن تم تصفية ما يقارب 10 معسكرات، وأرى اللهب بعيني الآن تتصاعد أعمدة الدخان. تم تصفية الدواعش فيها. الآن نتجه قدما إلى العند لتصفية الدواعش واستعادتها من العدوان، ثم ننطلق بعدها إلى جازان والربوعة. لن نتوقف إلا بالبيت الأبيض، هيهات من ندلة. ولا يشتروا الاعلام حق من السعوداء، واحد دقال زي المخلافي. واسلحتهم كبيره جدا ونحن بالخط انطلقنا. فذهبت اريد يعني الغام البقيه على اساس ندخل بلاد قوم. الحقني مكان المعركة الآن. فهديت ايش أقول لأحفاد بلال، وأخذنا 20 طبلة بنفس اللحن. وذهبنا بالشارع باتجاه الجند، باتجاه المقاومة، باتجاه الشباب، ويقبلوا ونرقص وبسرعة. البراء لهناك لأول مرة نرقص. ولا بشر حساس يعرف قيمتك. ما تبتهاش لأول مرة، لكن وقتني كأنه يعني والبراءة هي رقصة قتالية. أيوة. نعم. فكان طبعا المهمشين لا يسمعون المدافع مع مشينا. فالجماعة تركوا يا أستاذنا، تركوا الأسلحة الفتاكة بالمواقع وهربوا. ما سمعت عقيد وش يقول انحاشوا يا فقدك بس قوية سلمنا الساعة 1 بعد صلاة الليل، فوجدنا راحت علومك. فوجدنا الشيخ عبد الحمود والمشايخ الآخرين كذا هناك، والقادة عند دوار السجن المركزي، لأنه ظن ايش؟ يعني